بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، وكل الإخوة الأقباط ومسيحيين مصر بخير وبصحة وبسلامة، وعيد قيامة مجيد عليهم يا رب بإذن الله. طبعا بعتذر عن التأخير لأن يمكن الحدث الأفريقي مش موجود. بعد أن اقتربنا إلى النهاية أو الفصل الأخير من المباراة النهائية. الأهلي هيلاعب الترجي، واحد من أقوى الأندية الأفريقية في التوقيت الأخير. إنه يخرج سان داونز، أنا شايف إن هي حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لنادي الترجي اللي طالع في فتره كان عدم تالق، ولكن مع المدرب الجديد كاردوزو شفنا ترجي مختلف، شفنا الترجي على المستوى الجماعي رائع. وبالتالي طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وننتظر بطوله افريقيه باذن الله تكون داخل معقل الجزيره. برضه نادي الزمالك مع نهضة بركان اللي مع معين الشعباني، واحد من المدربين الكبار جدا اللي تولى التدريب في مصر كمان، وعمل نتائج ممتازة كمان مع الترجي التونسي وبطولتين أفريقيتين. معين مدرب هايل. ونهضة بركان في الفترات الأخيرة في الكرة المغربية سطر نفسه كمان كنادي بيلعب في الكونفدرالية بشكل ممتاز. وبالتالي تمرس معين مهم جدا بالنسبة لنهضة بركان في البطولة الأفريقية مع الترجي. وإن كان طبعا نتمنى من كل قلب التوفيق لنادي الزمالك تحقيق لقب أفريقي يساعد نادي الزمالك على العودة مرة تانية للمسار الصحيح، ويقدر يوقف نادي الزمالك على رجليه لبطولة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للعيبة وبالنسبة للإدارة الجديدة. طبعا المباراة مش سهلة، ولكن في النهاية هنتكلم فيها بالوصف والتحليل على المباراة قبل يوم 12 نتكلم على نهضة بركان وكيفية العمل معاه، وازاي بيلعب معين الشعباني المدرب التونسي. كان في حاجات كتيره جدا حصلت الاسبوع ده، منها طبعا مباراه الاهلي مع الجونه، مباراه الاسماعيلي مع فاركو، ومباراه الزمالك مع سموحه. الاسماعيلي طبعا انا وجهه نظري من افضل المباريات اللي عملها الخارجيه، الفوز الاول ليه خارجيا، بيلعب مع فاركو، اسماء لعيبه فاركو ممتازه جدا، ولكن اعتقد ان هي ينقصها امر ما، ينقصها الشكل الجماعي بالنسبه لفرقه فاركو. ان كان الاسماعيلي كان على المباراه جيد، مستوى التكتيكي ومستوى فني، ما وصلش الجول كتير جدا، ولكن قدر يتعامل مع المباراه بالثلاث نقاط اللي محتاجهم نادي الاسماعيلي، وده اللي المفروض يشتغل عليه ايهاب جلال. وبالتالي بالتوفيق للنادي الاسماعيلي وبالتوفيق للخامات اللي طالعه زي الساعي، زي نادي الفرج، زي اسماء كتيره جدا موجوده، محمد بيوم اللي بيلعب باك رايت بعد ما كان بيلعب نص ملعب، عبد الرحمن مجدي نفس الموضوع، الشيخ، يعني الشيخ طبعا اضافه في المباراه الاخيره بالنسبه للنادي الاسماعيلي. وبالتالي ثلاث نقاط مهمين جدا جدا لايهاب جلال، اعتقد ان هم هيدخلونا في المسار الصحيح بالنسبه للنادي، ويوقفونا على رجلنا ويخلينا كمان اكثر راحه واكثر ثقه وتعامل بالنسبه للفريق في ظل المجهود الكبير جدا اللي بيعمله اداره النادي. النادي الاهلي فاز على الجونه بتغييرات بسيطه جدا، ولكن عنده مباريات. اهم حاجه في التوقيت الحالي عند مارسيل كولر هو يكسب مبارياته بطوله الدوري عشان يطلع مركز اول ويعمل فرق كبير جدا بين الزمالك وبين بيراميدز، وده ينجحه انه يلعب او يبدا يفكر في المباراه النهائيه بشكل مرتاح، عشان ما يبقاش عليه ضغوط من لعيبه جمهور النادي الاهلي، وما يبقاش عليه ضغوط من النتائج، وبالتالي يكسب ماتش الجونه. صحيح كسبه في الدقيقه الاخيره في الشوط الاول عن طريق لعيب كبير كبير جدا اسمه امام عاشور، يقدر يعمل لك حل في جزء من الثانيه، وده اللي عمله امام بالتسديده من خارج خط 18 بعد ما كان علي عبد العال مقفل الجيم تمام. الشوط الثاني شفنا النادي الاهلي مختلف خالص، سرعه، انتشار، تغييرات، مش عارف ايه، اصرار برضو مارسيل كولر على موديست، ولكن طبعا طالما النتيجه في صالح النادي الاهلي 2-0 او 3-0 ممكن يدي الموديست عادي جدا، يعني جايز يظهر منه حاجه قبل ما يرحل من النادي الاهلي. ولكن انا شفت الاهلي جيد بمحمود متولي اللي اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي، ونتمنى له التوفيق وربنا يبعد عنه العين، لانه فعلا لعيب في ريحه الاسماعيلي، لعيب كوره، لعيب كوره ممتاز، بيطلع الكوره من تحت بشكل جيد جدا. هيساعد محمد عبد المنعم، اللي انا بطالب جمهور النادي الاهلي يقف مع عبد المنعم شويه، لان عبد المنعم عليه انتقاد وضغط كبير جدا من كل الاعلام المصري، ومحمد عبد المنعم في التوقيت الحالي محتاج جمهور النادي الاهلي. وبالتالي رسالتي الى جمهور النادي الاهلي، خليكم مع محمد عبد المنعم، ما نسمعش كتير الاعلام، ما ننتقدش كتير جدا محمد عبد المنعم. محمد في التوقيت الحالي المنتخب عاوزه، والنادي الاهلي في البطوله الافريقيه في مباراتين مهمتين جدا، نفس الموضوع في بطوله الدوري.
وبالتالي 3 نقاط مهمين جدا جدا للاهلي امام الجونه. بدأ يرجع لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة الزمالك، بدأ يحط رجليه على اللعيبة البدلاء، بدأ يشوف لاعب واثنين وثلاثة وأربعة مهمين جدا هيساعدوه على اللونج راند، لأن لسه مباريات كتيرة جدا للنادي الأهلي. عودة حسين الشحات مهمة جدا، بيرسي تاو حالة وحالة، رضا سليم كمان عودته مهمة جدا على الطرف اليمين، وسام أبو علي وإن كان بيتحرك بشكل جيد جدا ولكن أنا شايف إن كهربا ياخد أكتر من كده شوية. عوده مروان عطيه، اصابه السوليه واتمنى انه يرجع تاني، كل دي امور في صالح النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد، ولكن تبقى الحقيقه الوحيده هي بس ان علي معلول لازم يريح شويه، يريحوه. الاهلي محتاجه في افريقيا اكتر، وبالتالي بطوله الدوري ممكن يلعب كريم الدبيس، ممكن يلعب عمر كمال عبد الواحد. ولكن عاوز اشيد طبعا باداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لتوثيق اشاره الكابتن لعلي معلول. لاول مره لعيب اجنبي في تاريخ النادي الاهلي يتولى اشاره الكابتن، وده حاجه كبيره جدا لما تتولى اشاره الكابتن لاقوى واعظم واكبر نادي في القاره الافريقيه وفي الوطن العربي، النادي الاهلي. ده شرف كبير جدا لاي لعيب. وما اعطاه نبيل علي معلول للنادي الاهلي جعل النادي الاهلي يتعامل مع علي معلول وكانه ابن من ابنائه، وهو فعلا ابن من ابنائه، وخلى جمهور النادي الاهلي علي بالنسبه لهم اسطوره من اساطير الكره المصريه مش التونسيه. وبالتالي كل التحيه والتقدير وبالتوفيق لعلي، لان علي انا بالنسبه لي لن يتكرر مره اخرى لا في تونس ولا في مصر كباك ليفت بالاسيست اللي بيعمله بالمعدل التهديفي بتولي المباريات بالامكانيات العاليه جدا. وبالتالي النادي الاهلي محتاجك يا علي في البطولتين، في المباراتين الافريقيتين، وانت لعيب كبير ومبروك عليك شرط كابتن واحد من اعظم انديه القاره والوطن العربي النادي الاهلي. ومشكور النادي الاهلي على توثيق الشاره بالنسبه له، لان ده حدث كبير جدا بالنسبه لعلي وبالنسبه كمان لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي. مبروك للاهلي 3 بونت على الجونه، اداء مقنع في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاول. نروح للزمالك على جوميز، صعب جدا تفكر في حاجتين في وقت واحد، تفكر في المباراه النهائيه وانت بتلعب مباراه امام سموحه، وانت تعلم ان سموحه ممكن يلدغك او يكسبك، عنده اللعيبه اللي ممكن تخلص. تعرف ان احمد سامي مدرب كويس، بيلعب على جزئيات معينه، بيلعب على سيستم معين. ان تعمل 6 7 تغييرات في الفرقه انا شايف انه امر غريب جدا. ان انت تفكر في النهائي في مباراه سموحه برضه غلط. طب اذا انت كنت مفكر بالنسبه لمباراه سموحه النهائي مع نهضه بركان في مباراه سموحه، ما معناها اللعيبه هتعمل ايه؟ ما لازم تفكر في الفاينل كمان. انا مع فكره مباراه زي ما بيلعب اي مدرب، بيعمل اي مدرب في العالم. ازاي تكسب سموحه الاول 3 بونت عشان ما توسعش الفرق بينك وبين النادي الاهلي او نادي بيراميدز، تدي ثقه للعيبه بتغيير او 2 أو 3 بس. انما 6 7 تغييرات، الاهلي الزمالك بيلعب بدون اجنحه، لعب بموتيابا ولعب ناصر ماهر، الاثنين مش جناحين. الزمالك عبد الله السعيد بيلعب مش في مكانه. الزمالك راس الحربه الوحيد سيف الجزيري بيلعب بين 3 4 5 لعيبه بدون اي مساعده. الزمالك بيتاخر جدا في تغييراته بعد ما يكون خسر المباراه، بعد ما يكون ضيع وقت كتير جدا جدا. الزمالك بيعمل تغييرات في التوقيت الحالي مع جوميز، احنا اشدنا بجوميز وما زلنا نشيد بجوميز، ولكن ما تفتيش، اكسب مباراتك، اكسب ال3 بونت في الاول وبعد كده فكر في مباراه الفاينل. انا ما شفتهاش في مكان في العالم، الوحيد اللي عملها كارلو انشيلوتي في المباراه الاخيره، لانه فكره الدوري عنده خلاص مستبعده ان برشلونه يكسبها، خسر مع جيرونا وكسب الدوري اللي ليتها. الريال لعب اكتر من 9 لعيبه بدلاء ولكن طبعا كسب المباراه. هي دي الفكره. ما تودينيش نهضه بركان وانا نفسيا واقع، وانا الجمهور ضغط عليا، وانا كمان عندي مشاكل ان اللعيبه الاحتياطيين خسروك مباراه ب3 بونت على اللونج راند. فبالتالي دي خطا جوميز في التغييرات الكبيره جدا جدا اللي عملها. كان المفروض يبدا على الاقل ب 70% و80% من هيكل الفرقه علشان يقدر يعمل ال3 بونت وبعدين يروح نهضه بركان. هي طبعا مباراه وانتهت بالنسبه للزمالك، صفحه واتقفلت. الزمالك عنده لعيبه تقدر تعديه نهضه بركان، الزمالك عنده امكانيات فنيه عاليه جدا. اتمنى النسيان مباراه سموحه، وان كان طبعا لازم اشيد باحمد سامي، اشيد بالعمل الجاد اللي عمله، اشيد بالاداء التكتيكي الكبير جدا اللي عمله في الشوط الاول 25 دقيقه واقف بسيستم ممتاز، بيلعب بس بحسام حسن كلاعب امامي، ونجح يعني نلعب ما بين قلبين الدفاع، ودي احد المشاكل اللي موجوده في ظل غياب حمزه المتلوتي. طبعا دي جزئيات عن بطوله الدوري، نتمنى التوفيق للكره المصريه كلها. في بس نقطه مهمه عاوز اتكلم فيها، هي نقطه جمال علام وفوزي الاقصى. انا كتبت تغريدتين عنهم
او 2 اكس دبل اكس يعني. فرق كبير جدا يا جماعه، فرق كبير جدا في التحضير وفي الصوره وفي الكاريزما وفي الامكانيات وفي الشخصيه وفي الوضوح وفي الطموح بالنسبه للكره المصريه وبالنسبه للكره المغربيه. محمد الليثي عمل لقاء مع فوزي لقشع، اتكلم فيه عن كل شيء، واتكلم فيه عن مشاكل القاره الافريقيه اللي متأصلة في بعض الأمور الكروية اللي ممكن تتاخد على رئيس الاتحاد المصري، وكمان عدم التنظيم. أحمد عبد الباسط في السي بي سي عمل لقاء قبليها مع جمال علام. جمال علام في الساعة بالظبط كل الناس حلوين، مفيش حد وحش، ما عندوش أي تخطيط، ما عندوش أي طموح، ما عندوش أي تصور، ما عندوش أي كاريزما. يا جماعة معلش، مصر، جمهورية مصر العربية، تاريخ مصر السياسي والحضاري والديني وكل شيء تستحق أفضل من هذا. مصر تستحق رئيس اتحاد كاريزما، يقعد على الكرسي يملى الكرسي، مش الكرسي واخد منه. معايا؟ مصر تستحق كاريزمة الحديث، كاريزمة الإدارة بالنسبة لإدارة كرة القدم. دي مصر يا جماعة، تولى فيها إدارة الاتحاد أسماء كبيرة جدا جدا. إنما إن جمال علام لا وضوح ولا طموح ولا كاريزما ولا تخطيط ولا رؤية. طب حتى القدرة على الكلام، القدرة على الإقناع، إن أنت تكون على الأقل تقدر تتكلم مع الجمهور المصري اللي هم 120 مليون مصري بيحبوا الكورة. ننتظر كلمة من رئيس الاتحاد، مفيش. وفي اليوم التالي لسوء حظه يطلع فوزي لقشع، سبحان الله، حاجة تانية خالص. كرة قدم مختلفة. يوريك الراجل بيفكر ل 10 15 سنة، يوريك المشاكل الكبيرة جدا اللي فيها الكرة المصرية، نظرا لعدم وجود مسؤول في الكرة المصرية صاحب كاريزما مقنع. هي دي وجهة نظري، لأن مصر تستحق كرويا أفضل من هذا. تحياتي وكل سنة وانتم طيبين.